هو قال الحزن نبيل. سنة علي الجندي الحزن نبيل. انا بقول ان اللي حصل امبارح وبيحصل دلوقتي واللي بيحصل فينا والمنشطات اللي بتطلع وكله بيتناولنا وكاننا هن على كل شيء بيأكد أستاذ علي الجندي في كلمته. انا بنقل الميكروفون وهفتح المداخلات، وعلى فكره كل واحد فينا يعتبر نفسه على المنصه لان عارف ان كله هيضيف كله هيغطي مع استاذنا الدكتور الذي نتعلم منه كل صباح لانه يتجدد كل صباح. ايوه جميل. حافظ يعني كأن عليه في البداية ونحن في جلسة الصداقة قبل أي اعتبار آخر أن أبدأ في محاولة لتجميع أفكاري بأن أدرسر قليلا كما يدرسر كبار السن في العادة من خلال ذكرياتهم ومواقفهم ومرة بهم لكي أحاول أن أدخل لموضوع خضم، موضوع يبدأ ولا يكاد ينتهي لأنه يجسم الدنيا وما فيها. وأنا كثيرا ما أرفع شعارا هزليا أقول من خلاله أني أتكلم في كل شيء إلا الدين والسياسة والكورة، لكن لقاء اليوم يكون مجرد للحديث عن الدين والسياسة والكورة والمواقف الانفعالية كثيرا ما تشوش الروح وتجعل الإنسان لا يركز تركيزا موضوعيا وإنما يدع للعاطفة أن تنطلق. ورغم رومانسيتي التي تبدو رغما عني فإني أحاول ما استطعت أن أضع اقتناعا يخفيها. كأني أريد أن أبدأ حديثي بأني بالفعل سأحاول أن أجنب النقاط التي تكلم فيها الأستاذ علي الجندي والتي تثور حماسة وتدفقا وانفعالا. كأني أريد للعلم أن يتكلم قليلا وبعدها الله أعلم بمسار ما سأقول، وأبدأ محددا نفسي